ازاي تنسحبي من فريق الكورة وبعدين ما جيتيش ليه النهاردة؟ مش النهاردة بس، الموضوع أكبر من كده بكتير. لازم أشوفك ضروري. الو الو. يوه، الباقة خلصت. تكونش جميلة عرفت المفاجأة؟ لا لا لا، هي لو عرفت هتيجي تقولي. يا ترى مالك يا جميلة؟ وايه اللي حصل معاكي؟ ازيكم عاملين ايه؟ مبدئيا كده اي حد بيخاف او طفل صغير يقفل الفيديو، لان النهارده اصحابي اتحدوني اني اعمل تجربه خطيره وفاكريني ان طفل وهخاف. ما يعرفوش اني كبير وما بخافش من حاجه، والنهارده هثبت لكم بنفسي ومستني افكار التحديات. يلا جالي اول تحدي، اتشقلب لمده 5 دقايق على راسي وايدي. ده بقى اقوى تحدي عندكم؟ ماشي، بسهولة خلصت. انتوا بس ابعتولي حوت او اسد او اي حاجة. مش قلنا 100 مرة اللبس ده يتقلع ويروح على سبت الغسيل على طول؟ يوه معلش يا ماما، نسيت. زي ما بابا نسي كده يجدد لي الباقة. خلينا في موضوعنا. احنا الصبح عشان المدرسة ملحقناش نتكلم معاكي في موضوع السكيت اللي اخوكي قال عليه، بس كان لازم نقعد ونتناقش فيه. يعني إيه تمشي بيه في نص الشارع؟ ده تهور. أنا كنت واخدة بالي كويس قوي والشارع كان فاضي. انت عارفة انت ممكن يحصل لك ايه؟ احنا خايفين عليك يا حبيبتي. أنا عارفة إنكوا بتخافوا عليا وأنا بحبكوا قوي ومقدرش أزعلكوا، بس صدقوني أنا متدربة عليه كويس وبلبس خوذة وأدوات حماية. هو نور بس بيحب يبالغ. وانا يا نورة ما بحبش امنعك من حاجة بتحبيها. ما بحبش أمنعك من حاجة بتحبيها، بس هاخد السكيت اللي بتحبيه. يا سلام. نفسي مرة أسمع بتقولي ايه بينك وبين نفسك. عموما لو في حاجة هتضرك يبقى بلاش منها. يعني خلاص كده مش هلعب بيه تاني؟ ممكن يوم الأجازة، وبرضه مش هتلعبي بيه في الشارع تاني. ويبقى في النادي او جنبنا. اهم حاجة مفيش لعب بيه وسط العربيات تاني. حاضر. بس على فكرة بقى أنا بكون واخدة بالي كويس. ما خلاص يا نورة، وافقنا على النادي، ما تخلينيش بقى ارجع في كلامي تاني. لا لا لا، خلاص حاضر يا بابا، وأوعدكم أخلي بالي في النادي كمان.